تخيل تبقى بتعيد تسخين الاكل بشكل كويس جدا والبخار طالع منه من كل مكان، ولكن يكون الاكل ده لازال مصدر قوي للتلوث الميكروبي. في حاجه اسمها الكولد سبوتس. الكولد سبوتس دي بتبقى في اجزاء موجوده جوه الاكل اثناء تسخينه ما بيوصلهاش الحراره بشكل كامل مهما كانت درجه الحراره عاليه، وده بيبقى نتيجه ان احنا ما بنقلبش الاكل بشكل مستمر او مش موزعينه في الاناء اثناء التسخين بشكل كويس. فسواء احنا بنسخن الاكل على النار او جوه الميكرويف، مهم ان احنا على قد ما نقدر يكون الاناء واسع، الاكل متوزع فيه بشكل اكبر عشان الحراره توصل له كويس. ولو الاكل جاف نزود له بعض قطرات الميه عشان تساعد على الحراره ان هي تنتشر بشكل اكبر. ده بيكون مهم جدا خصوصا في الاكلات الكثيفه زي المحشي، بشاميل، زي الفراخ. الاكلات دي بتكون الحراره صعبه توصل شويه للاجزاء الداخليه منها وفيها كولد سبوتس كتير، عشان كده مهم ان احنا نحاول نوزع الحراره بشكل كويس على قد ما نقدر. خليكم في السليم.